السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل شاب، أنا بحب أدي نصيحة لكل الشباب لأني بعتبرهم والله كلهم زي ولادي. الأفندي الحليوة اللي بيدور على بنوتة بتنور في الضلمة وقمر وحلوة وزي البدر المنور، ما تتغرش بالجمال. وطبعا مش معنى كلامي إن كل البنات الحلوين مش حلوين، حلوين جمالهم من بره بس، لا، ممكن تكون من بره ومن جوه هي فعلا حلوة. ولكن أنا بتكلم على الشاب اللي يقعد ل30 و40 وفوق ال40 بيدور على الجمال وما بصش أبدا للأدب والأخلاق. طب قال لي معدك العمر ده كله وانت ما زلت أعزب؟ أنا عايزة الواحدة حلوة بشوفها في الشارع حلوين. طول ما انت عينك زايغة مفيش ولا واحدة هتملى عينك أبدا. ولما تيجي يا ابني تتجوز، او لما تلاقي اللي بتنور في الضلمة، ما تستعجلش وتتجوز بسرعة. 15 يوم 20 يوم ويلا ندخل. انت لحقت تشوفها؟ لحقت تكلمها؟ لحقت تعرف طباعها؟ لحقت تعرف طباع اهلها؟ لا، ما انا شقتي جاهزة وهم برضو جاهزين. ما هي كانت مخطوبة قبل كده واتفسخت خطوبتها، وانا برضو كنت خاطب قبل كده واتفسخت خطوبتي، فحاجتنا جاهزة. ايه اللي خلينا نقعد نستعجل؟ ايه اللي خلينا نقعد وننتظر؟ ننتظر ايه؟ يلا نعمل الفرح. ويعمل الفرح ويتصدموا الاتنين بقى ببعض، لا هو عرف طبعها ولا هي عرفت طبعه، والأول مرة يواجهوا بعض. طب ليه؟ ما احنا كان قدامنا فرصة اللي هي فترة الخطوبة. فترة الخطوبة دي معمولة ليه؟ مش عشان انت تعرف طبعها وهي تعرف طبعك. لو ما اتفقتوش مع بعض، ما هو ممكن يكون عقليتك في جهة وهي عقليتها في جهة تانية خالص. يبقى في الحالة دي ما ينفعش، ما تتممش الزواج. لكن التروي يا ابني اهدى شوية. التروي، ما انت قاعد بقالك سنين طويلة ببيتكم، خلاص بقى حبك ما حبكش، اهدى شوية. 5 6 شهور على الأقل خالص، على الأقل خالص يبقى 6 شهور. وكل اسبوع كمان في خلال ال6 شهور ده، كل اسبوع تروح لها عند ابوها وتزورهم وتقعد معاهم ومع اهلها ومعاها وتتكلم معاها وتتكلم مع اهلها ومع امها واخواتها، تعاشرهم. انت مش هتعرف الانسان الا لما تعاشره. انما تخطبها النهارده وبعد اسبوعين تتجوزوا وبعد كده تتصدم صدمة عمرك وتخسر اللي وراك واللي قدامك بسبب الجوازة دي، لا يا ابني حرام. وربنا يهدينا جميعا يا رب، ويهديك يا ابني ويطمنا على كل الشباب يا رب، ويرزقهم بالزوجات الصالحات، ويرزق بناتنا يا رب بالأزواج الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.